وبعدين واحد جايب لي بدله وراسم لي فنجان قهوه هنا وفنجان قهوه هنا وكوبايه شاي هنا وازازه كوكاكولا، يعني حاجات كده بالياتشو بقى، يعني اغني بالياتشو. فلا غلط. يا ريته كان جابها لي مثلا في الاوضه، كتر الف خيره ان هو تعب نفسه وعمل هذه البدله، بس يجيبها لي في الاوضه قبل ما اطلع على المسرح، مش يجي لي وانا بغني على المسرح وجاي وشايل الحفله. كل الناس، انا في لحظه بصيت لقيت ان انا بغني وكل الناس بتبص للبدله. انا لما بتعب 3 سنين في غنى ابقى انا بعمل ده ليه؟ علشان افضل زي ما انا عبد الحليم حافظ؟ لا، انا بعمله علشان اقدم فن ما فيهوش اي غش للجمهور، بعمله عشان اقدم له فن كويس يسمعه يستمتع بيه، بعمله علشان خاطر مصر. ما يتقالش ان مصر دلوقتي بتغني الاغاني الرقيقه زي ما بيتكتب، بتغني بس الاغاني الرقيقه. لا، مصر بتغني وفيها فنانين كويسين وبيعملوا اعمال كويسه والى اخره. يعني مش عارف. وبعدين يمكن انا اخطأت الخطأ. الاستاذ انيس منصور كتب نقد وانا كلمته وقلت له انا بهنيك، لانه فعلا احنا اللي ادينا فرصة ان الجمهور يهرج علينا. كنا لما يدخل يقول بص شوف حليم بيعمل ايه، ولا بص شوف فايزة بتعمل ايه، ولا بص شوف وردة بتعمل ايه، بنبقى فرحانين مبسوطين. وده غلط، ده غلط. المفروض ان انا كنت اقف. انا ما عملتش حاجة، انا اللي بعمله ده واجب عليا، نحو فني ونحو بلدي ونحو جمهوري اللي يحتوي.